بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الصلاة هي طبعا فرض علينا جميعا، ولكن هي أيضا علاقة ما بين العبد وربه، وهي طمأنينة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة هي لقاء يومي بين العبد وربه. تخيلوا احنا نقابل الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم. يعني علشان القلب يفضل حي ويفضل فعلا قريب من رب العالمين، يبقى لابد ان هو يكون في رابط ما بينه وبين رب العالمين، وهي الصلاة. هي دي كأنك بتتكلم مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة احنا كتير من البيوت بتشتكي ان ابنائهم المراهقين بالذات وبناتهم عندهم مشكلة في الصلاة. يا اما بيصلي على سطر ويسيب سطر كما يقال، يا اما ما بيصليش خالص، يا اما بيتكاسل، يا اما ممكن يكذب. تسأله تقول له صليت وانت عارف انه ما صلاش، بس يقول صليت، بس يكذب علشان يطلع من الموقف. والحقيقة هي مرحلة احنا عارفين ان فيها تقلبات كتير وتغيرات في جسمهم وهرموناتهم والامور دي كلها، ولكن احنا مش عايزين المرحلة دي تعدي وهم مش منضبطين في صلواتهم، علشان لو عدت وهم على الحال ده هيبقى في صعوبة للأسف الشديد ان احنا نرجعهم تاني ينتظموا على صلواتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مربي ما كانش بيعامل الشباب في السن ده بالتخويف والرعب ويخوفهم جدا وينهرهم، لا بالعكس. ده الرسول كان لما جاله أحد الشباب وطلب منه ان هو يأذن له بالمعصية، يأذن لي بالزنا، وكلنا عارفين هذا الحديث. الرسول ما قامش ضربه ولا قام نهره ولا يعني قال له كلام سيء جدا، ولكن احتواه وقال ابنه مني، اقعد جنبي، وقعد يكلمه بالراحة ويفهمه: أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، وهكذا. لما طلع من عنده الشاب طلع مقتنع، مش طلع علشان هو اتكسف من سيدنا النبي ولا خلاص بقى عايز الأمر يمشي، لكن لا، هو طلع مقتنع انه لابد يبعد عن المعصية تماما، لان لا يليق بالمؤمن ابدا ولا المسلم انه يفعل هذه الفاحشة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال ان احنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب، كتير من الآباء والأمهات بيقعوا في خطأ كبير جدا. عشان يأمر أولاده بالصلاة يرعبهم: الثعبان الأقرع هيتلف حواليك، هتدخل جهنم، هتنزل في وادي من وادي جهنم، والله لا هتفلح ولا هتشوف نجاح، والله انت منك لله، وانت ربنا هيعمل ويسوي فيك طول ما انت. ويبدأوا يعملوا رعب لدرجة ان بعض الأبناء بيقولوا احنا خفنا من الصلاة أصلا، من كتر ما بابا وماما عمالين يخوفونا بالثعبان الأقرع واللي هيعمل فينا ايه في القبر فده خطأ كبير جدا جدا. بدل ما نحببهم في الصلاة ونقربهم منها، بنخوفهم منها. طيب، ازاي نأمر أولادنا بالصلاة ونصطبر عليهم تربويا بطريقة صحيحة؟ وازاي فعلا هم أولادنا يعرفوا ان الصلاة فعلا زي ما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: قرة عين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النهاردة احنا هنتكلم بصدق وواقعية عن مرحلة المراهقة، وأخطأنا احنا الآباء والأمهات اللي بنقع فيها لما بنكلم ولادنا عن الصلاة، ونتعامل بقى ازاي مع رفضهم أو مع تكاسلهم أو مع كذبهم. كل ده هنعرفه مع ضيفتنا الفاضلة اللي مشرفونا، الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيسة المنتدى العالمي للفكر والثقافة. السلام عليكم، أهلا مرحبا يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا أستاذة ندى، وبكل أهلا وسهلا. المشاهدين والمتابعين، ربنا يحفظكم جميعا إن شاء الله. أهلا ومرحبا بحضرتك يا دكتورة. شكوى كتير الله من يسلمك. البيوت، يعني حتى احنا قبل الحلقة كنا بنتكلم مع بعض ان في شكاوى نعم. كتير جدا من في البيوت من أولادهم وبناتهم المراهقين والمراهقات بسبب موضوع الصلاة. طيب، ليه تحديدا يا دكتورة مرحلة المراهقة هي الأصعب في الالتزام بالصلاة؟ ممكن قبل كده يلتزموا، ممكن بعد كده نحاول معاهم يلتزموا، لكن المرحلة دي صعوبتها بالغة إن الأولاد ينضبطوا على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي حقيقة المرحلة نفسها مش فقط في الصلاة، هي مرحلة تغير، مرحلة إمم. يعني تقلب، مرحلة حتى المزاج نفسه بيبقى متقلب بشكل عنيف. فمهم جدا احنا كمربين نعرف طبيعة هذه المرحلة، ونعرف نفهمها ونفهم التغيرات في نفسية المراهق. طبعا هي في تغيرات عامة وفي تغيرات خاصة على حسب ظروف كل ولد من ولادنا في البيت، في نسبة العلاقة اللي بينه وبين أمه وأبوه، حتى في وجوده داخل المدرسة مع أصحابه. كل هذه الأمور بتأثر على نفسية المراهق. فده موضوع معرفة طبيعة المرحلة، معرفة موقع أولادنا في هذه المرحلة وظروفهم شكلها إيه. إمم. التالت حاجة إيه الأساليب والمهارات المفروض أنا أتغير علشان هذه المرحلة متغيرة، وابني داخل في مرحلة متغيرة وهو نفسه بيتغير. فأنا إمم. المشكلة كلها بتبقى في إيه؟ الفجوة الكبيرة بين الأمهات والآباء وبين أولادنا في هذه المرحلة، إن الحياة عم بتمشي والدنيا عم بتتغير والمرحلة نفسها فيها متغيرات وابني عم بيتغير وأنا واقفة إمم. في محلك سر. نفس الأساليب، نفس المهارات، أو إذا كان عندي مهارات طبعا، نفس طريقة التعامل مع ابني لما كان طفل، الأوامر والتعميلات وأعمل وما تعملش أو. فأنا هنا أنا ما بتغيرش، على الرغم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل اللي حضرتك ذكرتيه، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما شاف قدامه واحد متغير إمم. بأسلوب متغير بفكر مختلف، إمم. نزل لمستواه، نزل لمستواه، ادنوه مني نزل لمستواه، وبدأ يفهمه الأبعاد الفكرة اللي هو طرحها. فإحنا هنا محتاجين حاجتين، الأمهات والآباء يعرفوا طبيعة هذه المرحلة بتفاصيلها كاملة، علشان ما أحسش أن ابني متمرد، ولا ابني عاق، ولا ابني ما بفهمش، ولا ابني إمم. عنيد، ولا ابني عصبي. لا، هي من طبيعة المرحلة عدم النضج المتكافئ بين النضج العقلي والنضج الانفعالي والنضج الجنسي والنضج الجسمي. احنا لسه بنطلع، يعني انا ما اقدرش اقول ان ابني وصل لغايه ما يطلع اخر سلمه في السلالم اللي بيطلعها، هو إمم. لسه بيطلع. إمم. فانا ما بحكمش عليه وما بديش احكام مسبقه ايضا علشان اتعامل معه بهذه الاحكام. فكتير جدا من الامهات والاباء بيبقوا عنيفين في الاحكام، عنيفين في حتى النظره المسبقه. ده هو ماشي مع اصحابه، ماشي مع اولاد عمته، ماشي مع مش عارفه ايه، فهو بيقلدهم. فندخل في حكايات بتخلينا في صدود بيننا وبين اولادنا ان احنا نقرب منهم. إمم. ده رقم واحد. تمام. رقم إمم. اتنين، انا لازم اغير من نفسي واكتسب مهارات للتعامل مع المراهقين. انا حقيقه عجبني جدا جدا في مدرسه فكريه تربويه في الغرب قائمة إمم. على إيه؟ إن مخاطبة أمهات المراهقين وآباء المراهقين إمم. مختلف تمامًا عن خطاب الأمهات للأطفال. حتى هم عاملين يعني آه. كورسات للآباء دول والأمهات دول، مختلفين تمامًا في الأسلوب وفي التوجيه وفي مناحي التغيير، إمم. وعاملين حتى تجارب من الأمهات والآباء اللي هم آباء المراهقين، وعاملينها في سلسلة اسمها شرب الدجاج. مكتبة إمم. الجرير مترجمة هذه السلسلة، بس هتلاقي فيها إيه؟ شرب الدجاج للأمهات المراهقين، لآباء المراهقين. إمم. إمم. ليه؟ لأنه فيها قصص وفيها حكايات بتعلم إزاي أنا أكتسب مهارة مختلفة تمامًا عن اللي كنت باتعامل فيه لما كان طفل. تمام. فأهم المهارات اللي إمم. المفروض إحنا نركز عليها، اللي هي هتعمل عنصر تغيير بعد كده في علاقتنا مع أولادنا واستجابة أولادنا للصح. تمام. هي مهارة رقم 1 القُرب، إمم. والقُرب. إحنا إمم. اللي ننزل لمستواهم. ممكن ألاقي البنت أطول منّي، ممكن ألاقي الولد شنبه ولحيته حاجة إمم. تخُض كده، المفروض إمم. يبقى أنا باتعامل معاه على إنه كبير، لكن هو كبير جسمانيًا، لكن لسه النضج العقلي ما وصلش للمرحلة يتكافئ مع النضج الجسماني. فهي المشكلة كده، أنا باتعامل مع واحد كبير صوته خشن مع بنت كبيرة أطول منّي وأعرض منّي على إنها هي كبيرة وبتفهم، والمفروض تتصرّف زي ما أنا باتصرّف. إمم. لأ، أنا المفروض أنزل أنا لمستواها. ما ليش تمام. دعوة إمم. بالشكل، ما ليش دعوة، لأن ليّا أنا بالمدارك، أنا ليّا دعوة بالنضج العقلي إمم. والنضج المعرفي والنضج الانفعالي. النقطة التانية إن أنا لمّا بانزل لمستوى أولادي في المرحلة دي، بانزل لمستوى جميل جدًا اسمه التعاطف. بدال ما إمم. أنا أبقى أتهمهم أو أتشنج أو آخد منهم موقف، لأ، أنا متعاطفة معاكم. أنا على فكرة لمّا كنت قدّكم كنت باعمل أكتر من كده.
وكنت بعمل حاجات مش مظبوطه، لا ما كانش ازاي، عندي النضج ده معظم الكافي. الاباء والامهات بيقول ده انا لما كنت قدك ما كنتش بستحمل على ابويا كلمه، انا لما كنت قدك كنت هي يعني ما هي طلع عشان نفسه كده ملاك. ما لا وننسى، احنا على فكره بننسى. احنا ممكن نقول احنا كنا بنعمل، بس بنفتكر بقى يعني مثلا مرحله وانا عندي مثلا 30 سنه، انسى تماما ان انا عديت على المرحله دي، وممكن اكون كنت سيئه او بمعنى ادق مش متوافقه. فهي الفكره ان لازم اتعاطف مع الاولاد في تفكيرهم، في انفعالاتهم، في امم. مستوى مداركهم الى حد كبير، مش دايما، الى حد كبير، امم. بحيث احنا نقدر. التعاطف ده مش معناه ان انا همشي له الغلط، التعاطف معناه احنا هنصاحب بعض، بس مش هينفع كده، لا لا لا، ده تقوم تتوضى دلوقتي ونبدا ندخل في موضوع المرونه التعامل، بحيث ان هو يحس ان امم. انت قريبه منه، صديقه له، مش طيب قاعده له احنا هنتكلم يا متنمره دكتورة وباستمرار او عن بقلم. الطرق اللي احنا نتعامل بيها مع نعم. ولادنا، الطرق المرنة ازاي، بعض الاساليب. ولكن قبلها يا دكتورة، بعض الاباء نعم. والامهات ظنا منهم ان هم لما يقولوا لاولادهم مهم. انت لو ما صليتش هتخش جهنم، انت في القبر ده في عذاب مخصوص لتارك الصلاة، الثعبان الاقرع هيعمل فيك وهيتلف عليك، والحاجات دي كلها ظنا منهم ان هم كده هيخوفوهم فيخلوا ولادهم يصلوا، وده من ضمن الاخطاء. نعم. فخلينا نتكلم عن الاخطاء الشائعة من الاهل اللي بتنفر الولاد من الصلاة. هي مش بس بتنفرهم من الصلاه، احنا على فكره عندنا دلوقتي نسبه من الالحاد عاليه جدا مع السوشيال ميديا. مش بس الصلاة، هو نسأل الله دلوقتي العفو والعافية. بينكر البديهيات، بينكر الحقائق الخمسة، بينكر حتى هو عايش ليه؟ ليه؟ لأنه هو زي ما قلت لك ما فيش النضج الكافي. فهي مشكلتنا إحنا لما ما بقاش عندنا الأساليب الصحيحة في التعامل، من نبعد أولادنا تماما عن الدين وحتى عن التفكير المنطقي. فنرجع تاني على النقطة الأساسية، مش موضوع التخويف مثلا بموضوع الثعبان الأقرع. في ناس تستظرف هذا الأسلوب، هو ظريف على فكرة كويس، بس ده في مين؟ في مرحلة أو في وقت أو في ثانية. يعني مثلا لما أنا يبقى عندي من أحد الأساليب الترغيب والترهيب، أنا ممكن ألاقي أحد من الشباب عنده عاطفة سريعة جدا، فأنا أقول له على فكرة لو أنت قصرت في الصلاة في عقاب للمقصرين في الصلاة أو المتهاونين أو المتكاسلين، اللي امم. هو ما سلككم في سقر، العذاب في القبر. هي إشارة إشارة وملمح لمين؟ لشخص بيقدر يتعامل مع امم. الترغيب والترهيب بشكل قوي جدا. امم. والله أنا أخدت له الترغيب وأديت له الترغيب. في كتير من أولادنا بيميل زي ما حكينا في موضوع الطفولة، بيميل امم. للترغيب أكتر، المدخل بتاعه عاطفي. في منه المدخل العاطفي برضه بيميل للترهيب، يعني ممكن يستقيم بس بقدر، عارفة زي الدواء، لما أنت بتدي الدواء اه. للطفل اه. هو مر، والدواء ده مر، بس بتروحي عشان يشفى تجيبي له الازازه كلها يشربها؟ استحاله. لازم تعطى الترغيب والترهيب امم. بالقدر امم. المناسب في الوقت المناسب للشخص المناسب، ده بيجيب مفعول طيب. غير ذلك احنا بنستخدمه كاسلوب من الاساليب بس في الوقت المناسب. لكن امم. الاساليب الاهم والاقوى في موضوع الصلاه وغير الصلاه، احنا بيهمنا ان اولادنا لما حطينا الاساس العقدي في سن الطفوله عشان يكمل، احنا بنراعي بقى في فتره المراهقه ان الاساس العقدي يبقى في الاول والاخر حب الله سبحانه وتعالى، والدافع لارضاء الله هو الاساس. انا لو ما تمام. حطيتلوش الدافع للصلاه، وان الله سبحانه وتعالى بيحبك، وهو الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، وان الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو في سدره المنتهى، في اعظم مكان ما حدش دخله قبل كده مخلوق. طيب في ليه؟ لاهميه الصلاه، لانه هي دي صلتك اللي هتعمل لك نقطه التوازن بينك وبين الله سبحانه وتعالى وفي حياتك. انت لو انقطعت الحبل، وانا دايما بشبهه للاولاد في السن ده حقيقه، في سن المراهقه، بقول له نشتري اللي اسمها المكنسه، اغلى الانواع، شغلها، امم. هيروح يحط الفيشه. طب لو ما حطش الفيشه مش هتشتغل. امم. فهي الفكره ان الانسان ما يقدرش يمشي في الحياه لغايه ما يبقى له صله بالله تعالى تحركه، يبقى في دافع لحب الله، ودافع تمام. للخوف من الله، ودافع للعمل الحسنات. فين الاساليب اللي احنا بنحط فيه هذا الامر مع اولادنا في سن المراهقه؟ ان ما كانش في قرب، ان ما كانش في فهم، ان ما كانش في حكمه، ان ما كانش في حوار، ان ما كانش في احترام. ما هو امم. لما احنا بنقول امم. للاولاد ان انا لما كنت قدك كنت احسن منك، لا انا لما كنت، انا كنت النهارده في المسجد
وشفت ابن صاحبي ما شاء الله عليه بيصلي. فموضوع المقارنات والتأنيب والاحتقار والإهانات والتهديد، مم. أحيان مم. كتير جدا من الأمهات والآباء بيهددوهم، والله لا أقطع عنك المصروف، لا هطردك من البيت، لا مش هكمل لك، مش هدفع لك فلوس الجامعة، مش هدفع لك فلوس المدرسة. مم. ده بيشكل مم. ضغط عنيف على أولادنا. أنت عايز الخير لكن هو بيبعد. فهي الفكرة إن أنا محتاجة أعرف إيه الأساليب اللي تقربهم مني، مم. وإيه الأساليب اللي بتنفرهم مني عشان ما أعملهاش. فلما طب يا أنا دكتورة أجبر دلوقتي في ابني على نقطة مهمة الصلاة. جدا. يعني مثلا بعض نعم. الأمهات، الأم بتصلي وعايزة أولادهم يصلوا، بس تقول لي زوجي ما بيصليش، فالولاد لما أجي أكلمهم عن الصلاة يقولوا لي طب ما أنا بابا مش بيصلي وعادي وماشي وحياته عادية لازم يبقى في وناجح في إيجابي. شغله. ففكرة القدوة، أنا كأم أنا مش عارفة أقنع ولادي لأن أبوهم قدوة سيئة. صحيح. لا، هي القدوة دي وارد إن في بيوت يبقى فيها حتى في اختلاف في الدين، وارد إن حد فينا لا قدر الله يعني يبقى مثلا يبعد عن الدين مثلا، مم. وارد. مم. فأنا شطارتي كأم أعالج هذا الموقف عند الأولاد. طب ازاي لما اعالجه يبقى ازاي في يا دكتورة؟ قربانية. الأب مش ما أنا بيصلي هقول والأم لحضرتك، هي اللي بتصلي. والأم هتموت على نفسها عشان تصلي وتخلي الأولاد يصلوا. ما هي طبعا. لازم تفهمهم ليه هو مش بيصلي. ليه هو مش بيصلي؟ الإنسان عرضة للتغيير. بابا ده إنسان محترم، بابا ده إنسان كويس جدا، مكانته كأب موجودة، مم. لكن مكانته كإنسان مسلم متقي وبيخاف الله سبحانه وتعالى وما بيصليش وبيصلي، فهو عنده مشكلة. فإحنا لازم نساعده على حل المشكلة. ممكن مم. يكون عنده مشكلة مثلا في الفهم، ممكن يكون عنده مشكلة في عدم الاعتياد، ممكن يكون عنده مشكلة في إن هو محتاج إحنا ندعي له بظهر الغيب طول الوقت ونتصدق عنه من أجل يبقى بالشكل ده. مم. أنا مش هاكسر صورة الأب، بس في نفس الوقت أنا هاخليه يتعاطف معاه. إن هو مثلا لما يدعي له، أنا أعرف أنا أم مم. فعلا يعني الأب ما بيصليش ومنكر للصلاة ومنكر للدين أصلا كله على بعضه. يا هو الله يا مسلم بس الله. منكر للدين، مم. منكر للدين. لكن الأم زرعت فيهم حاجتين: إن الأب ده احترامه كاملا ده حقه، مم. لكن هو ما طبعا. تعلمش وما مم. بيأديش وما بيعملش. ده من واجبك أنت كابن، برك بأبيك إن أنت تدعي له بظهر الغيب، تتصدق عنه، تتعامل معه بحكمة، ما تستفزهوش وأنت مثلا بتصلي أو بتروح المسجد. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأولاد لما صلح حالهم بالشكل ده وبدأوا يتعاطفوا مع انحراف أبوهم أو أخطائه، وبدأوا يحاوطوه ويستوعبوه زي ما هي علمتهم، مم. هو نفسه التزم بالصلاة والتزم سبحان بالدين الله. ورجع مم. رجوع حسن، يعني بقي قدوة للناس. فهي سبحان الفكرة في الله. إيه؟ مم. إن إحنا لازم يبقى معانا، ما نبقاش فقراء في الأساليب، ما نبقاش إحنا واقفين ومحتاسين مش عارفين نعمل إيه. مم. فهي مشكلة الأمهات والآباء إيه؟ إن نفسهم ونفسهم ونفسهم، بس في نفس الوقت أنا مش لاقي حاجة أعملها، أو مم. بمعنى أدق ما معيش أدوات. فهذا بيحتاج مننا قراءة وبيحتاج مننا معرفة واستعانة بالله سبحانه وتعالى وحال مع الله، إنه يصلح حالنا ويفهمنا ويبصرنا. طيب فنرجع دكتورة، تاني نقول أخيرا إن في عندنا وسريعا. أساليب مطلوبة. مم. نعم. أخيرا وسريعا بعد إذن نعم حضرتك، تفضلي. دلوقتي المراهق يا إما بيتكاسل، يا إما مش عايز يصلي، صحيح. يا إما بيكذب. نعم. لما نقول له صليت يقول صليت علشان أريح دماغي، بقى يقعدوا يقولوا ما صليتش ومش عارف إيه، هندخل في الموال بتاع بابا وماما، فبيكذب والأب والأم عارفين إنه كذاب. في الثلاث حالات ممتاز. دول، التكاسل والرفض والكذب، إحنا نتصرف فيهم إزاي تربويا وفي نقاط رئيسية سريعة؟ ممتاز. ممتاز. نبدأ بآخر حاجة، نبدأ بالكذب. امم. ممنوع منعا باتا تكذيب الولد في لما يقول أنا صليت تقولوا له لا أنت ما صليتش، أنا شايفاه ما صلاش. امم. ممنوع منعا باتا تكذيبه. امم. ليه؟ لأنه لو كذب النهارده وبكره وبعد بكره هتلزق فيه صفة الكذب. لكن اه. أنا مش هكذبه، أنت إنسان أمين وصادق وأنا متأكدة تماما إن أنت صليت، ربنا يكرمك ويبارك فيك. مرة في مرة في مرة هينكسف من نفسه وهيبدأ يراجع نفسه لأنه أنت بتثقي فيه. فهو نقطة تمام. إن هو يضحك على حاله، خلاص ما عادش لها معنى، ما عادش لها تأثير. فليه هو بالظبط. يضحك على حاله زي أنت مصدقاه؟ خلاص بالظبط. موضوع التكذيب ده ننساه نهائيا. موضوع التخويف والتهديد، احنا قلنا التخويف ده احد الاساليب اللي ممكن نستعين بها في حالة تقبول اللي قدامنا لهذا الامر، بس يبقى بالتوازن مع الترغيب. ما يبقاش امم. طول النهار شغالين على الترغيب والتخويف، اقصد الترهيب والتخويف
وكأن حياتنا كلها عبارة عن جحيم والثعبان الأقرع. بالضبط، لا، أيوه، لازم يبقى في تنويع في الأساليب بين الترغيب والترهيب وباقي الأساليب، وخاصة ربط الصلاة بحب الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة اللي هو الكسل والانشغال. معانا الموبايل، هيفضل ماشي في الموبايل وبيضحك وبيكهكه وبيتواصل وبتروح عليه الصلاة. أيوه، فأنا قاعدة إمم، أتفهم، خلص الصلاة، خلص ده، احنا قاعدين بناكل خارجين مع بعض أعزمه بره، أقول له بص يا حبيبي، اقعد زي ما أنت عايز، خلاص إيه، أنت عايز تقعد كتير اقعد، بس رتب حياتك تدريجيا، تصلي قبل ما تقعد. فأنا لمّا بابقى حنونة عليه، وبابقى متعاطفة معاه، وحاسة إن أنتِ ماشي خلاص خلّص قوم، بس قوم صلّي الأول، لأنه إمم، الصلاة دي هي الأساس. تمام، هنا ساعتها بدل ما يبقى في إهمال، ويبقى في تأخير، ويبقى طول النهار شد وجذب، وهو مش قادر، هو عامل زي المغناطيس شادّه للي هو بيتفرّج عليه أو بيتابع فيه. فأنا إمم، باعمل إيه، باحط له شوية قواعد، مرّة في مرّة في مرّة في مرّة، يعتاد بالأسلوب السهل والهيّن والطيب، ويالّا ومن هزار ومش عارفة، وأشد منك موبايل عارفة الأساليب الجميلة اللي تحسّسِك إن أنتِ مش بتخنقيه علشان يقوم يترك اللي في إيده. فأنا لازم أراعي الجزئية دي، ولازم أراعي إن أولادنا في هذه المرحلة أقرب ما يكونوا لنا لمّا إحنا نتقرّب لهم، إمم، وأقرب ما يكونوا للصواب وللصح وإن هم يكمّلوا صح لو إحنا عملنا حاجتين، إن إحنا أخدناهم في حضننا وفعلًا عطفنا على هذه المرحلة بكثير إمم. من الاحترام والعطف والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. باشكرِك جدًا في النهاية دكتورة منى صبحي، العفو. دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة، على وجود حضرتك معانا، شرفتينا وحقيقي أفدتينا كتير جدًا. في الآخر الصلاة يا جماعة ما يعني مش هنقدر نحبِّب ولادنا فيها بالتخويف وبالرعب، ولكن هي بتتحبب بالقدوة وبالفهم وبالراحة وبالاحتواء زي ما الدكتورة الفاضلة قالت. دورنا إحنا مع أولادنا في موضوع الصلاة بالذات المراهقين، إن إحنا نقرّبهم منها ونحببهم فيها، والهداية في الأول وفي الآخر هي بيد الله سبحانه وتعالى. وأذكر نفسي وإياكم بدايمًا، دايمًا ندعي لأولادنا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. دايمًا ندعي إن ربنا يجعل أولادنا مقيمين الصلاة، ويجعلنا إحنا كمان محافظين عليها في أوقاتها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين يا رب من الصالحين المصلحين، مقيمي الصلاة على وقتها يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.